السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على أكتر الأحلام المؤثرة فينا والتي تشعرنا بالحيرة والقلق على من فقدنا، وهي رؤية الميت في المنام. تفسير رؤيا الميت في المنام: من الرؤى التي تحمل دلالات عديدة، فإذا رأيت الميت بشوش ومبتسم وبيسلم عليك فده معناه إيه؟ معناه إن الميت بيبشرك بمكانه عند الله ومكانته الكبيرة عند ربنا، وبيطمنك عليه وبيطمنك على حاله في الآخرة. كلام الميت وما يقول الميت فهو صدق، لأنه في دار الحق ولا يقول إلا الحق. يعني لو طلب الميت صدقة أو دعاء أو أوصى بشيء في حدود الشرع والدين، يعني فده تنبيه للرائي على تنفيذ الوصية أو الدعاء أو الصدقة له. أما زيارة الميت للحي يدل على الشوق والحنين ورسالة من الميت للحي ليطمئن بها على الميت إنه بخير. بكاء الميت في المنام: إذا كان الميت بيبكي بشدة وبصوت عالي فده بيدل على إن الميت محتاج صدقة أو دعاء، أو ممكن يكون أهله عندهم حاجة معينة أو مشكلة معينة في الأيام القادمة. في رموز مبشرة للميت إذا رأيته في المنام. يعني لو شفت الميت أعطاك حاجة، جميع عطايا الميت كلها مبشرة وخير. يعني لو أعطاك الميت مثلا لحم طير فده قدوم خير قادم إليك بدون تعب أو مشقة. أما لو أعطاك رز أو أي شيء آخر فده خير قادم إليك برضو بس بمشقة واجتهاد منك. في المجمع يعني جميع عطايا الميت كلها خير ورزق قادم إليك. ولو كنت مريض وشفت الميت جالك على هيئة دكتور وأعطاك دواء أو علاج معين فده معناه شفائك من هذا المرض بإذن الله. أما حضن الميت للحي فده معناه أكتر من بشرة. حضن الميت للحي بشرة بطول العمر. حضن الميت للحي بشرة بأمر فقد الأمل فيه وسوف يتحقق في الأيام القادمة. حضن الميت للحي بشرة باستجابة دعاء الرائي وبأمور قادمة إليه، أمور خير يعني قادمة إليه كان فقد الأمل فيها. أما رقص الميت في المنام فده فرحة للميت وفرحة للحي برضه. ممكن يكون في مناسبة عند الرائي وهو جاي فرحان له يعني ومبسوط. أما لو شفت الميت لم شنطته ومسافر ورايح مكان معين فده حسب سياق المنام. لو كان مسافر بلد تانية غير البلد فده بيحسك على الانتقال من البلد اللي انت فيها دي عشان يعني ربنا يكرمك ووسع رزقك في بلد تانية. لو شفته مثلا رايح مصيف رايح كده فده معناه ان هو بيحسك انك ايه تقوم تفك نفسك تتفسح تشم هوا تغير جو كده يعني. أما لو شفت المتوفي لابس لبس حلو وجميل وأبيض وشكله حلو وجميل وعاجبك ومبسوط ومبتسم كده فده بشرة خير للميت بيطمنك عليه في الآخرة وخير لك برضه، وإنه هو في مكانة عالية عند ربنا والله أعلى وأعلى. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد.